ليه في ناس اول ما بتشوف بوست او فيديو او خبر بيحكي عن جريمه قتل او اختفاء او جريمه بتكمل الفيديو، وانت بتتفرج بتحس انك خايف او قلقان بس مكمل وعايز تعرف الاخبار والتفاصيل؟ ليه قصص القتل او الجرائم او الاختفاء بتشد ناس كتير مع ان هي مرعبه؟ السؤال مش هو ليه الجرائم موجوده، ده سؤال تاني. السؤال ليه الناس بتحب تسمع عنها. من اهم الحاجات اللي عقلك بيحاول يعملها انه يفهم العالم من حواليه ويبدا يحميه. فلما بيسمع عن جريمه حقيقيه بيبدا يسال الجريمه حصلت ازاي وفين وايه الدافع، الضحيه اتاذت ازاي وازاي كان ممكن نتجنب كل ده. يعني تقدر تقول ان عقلك بيتعامل مع الجريمه او الحدث اللي بيسمعه كانه درس ليه، لو اتحطينا في الموقف ده نتصرف ازاي حتى لو مش انا الجاني. طب ليه بحس بخوف وقلق وانا قاعد في بيتي وماسك التليفون وبقرا الخبر؟ العلماء هيسموا ده الخوف الامن. صح، انت قاعد في بيتك مفيش خطر حقيقي حواليك بس مشاعرك شغاله، زي لما بتقعد في بيتك وتطفي النور وتشغل فيلم رعب وتبقى قاعد خايف. مشاعرك شغاله ومفيش اي خطر حقيقي حواليك بس الخوف موجود من غير اي تهديد حقيقي. ضيف لكده ان الانسان بيحاول يفهم كل حاجه حواليه ويسال ويا ريت تفسري ده حصل ازاي. اسئله زي ازاي الانسان ممكن يقتل او يخطف او يعذب، هل كان مريض نفسي، هل جواه ضغوطات خلته ينفجر، ولا دي مشاكل متعلقه بطفولته زي التوربيني كده. وحتى لو مفيش اجابه كامله على كل الاسئله اللي بتحاول تفهمها دي، محاوله الفهم في حد ذاتها بتريح المخ. المشاهده في حد ذاتها مش مشكله، يعني انك تتفرج او تسمع على قصه او جريمه حصلت ده طبيعي. المشكله بتبدا لما المشاهده تتحول لعادات ذهنيه، بقيت تصحى تقرا اخبار الجرائم او تسمع بودكاست او متابع. المخ هنا ما بقاش ياخد معلومه او درس، ده بقى ياخد صوره متكرره عن العالم اللي انت بتوصله له. كمان بعض قصص الجريمه بتعرض لك المجرم كان شخص غلبان او كانت طفولته صعبه او شخص ذكي وعبقري وسابق عصره، من غير ما تحس بتبدا تتعاطف او تعجب بالمجرم. طب ما هو كان عنده ظروف، لا ذكي والله. وده خطير جدا، مش لانه بيخليك مجرم لكن عشان بيشوه البوصله الاخلاقيه عندك. وبعد فتره اكتر من متابعه او سماع القصص الاجراميه دي بيبدا عقلك يصور لك ان العالم بره مش امان، وان كل الناس ممكن تكون بتشكل خطر او مستعده تاذيك. تبدا تصدق في القصص اكتر. في النهايه قصص الجرائم مفيده لو اتخذت كفهم، مضره لو اتخذت كاغراق واتسحلت فيها، لان المشكله مش في المعرفه، المشكله في الجرعه اللي بتديها لعقلك. ومش كل حاجه واقعيه لازم تعيش جوه دماغك، لانك مش مطالب تكون جاهز لكل خطر على حساب راحه بالك.